السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم وصفتنا رز مع مرق البطاطا أو البوتيتا، ورح نعمل حشوة اللحم مع البصل. كلش طيبة ولذيذة هذه الوصفة. حضرت المواد قبل بوقت. طبعا موادنا المطلوبة لعمل الرز نحتاج إلى كوبين من الرز بسمتي، ما نقعناه ولا غسلناه مثل ما هو، راح تشوفون طريقة العمل. نحتاج إلى نص كوب من الشعرية، ملعقة أكل كبيرة زبدة، حبة تستعملون زيت حسب رغبتكم. لعمل المرق نحتاج إلى أوريغانو ربع ملعقة صغيرة، نصف ملعقة أكل من كاري، نحتاج ملعقة أكل كبيرة من البابريكا أو الفلفل الأحمر البارد، نصف ملعقة أكل من الملح، نحتاج إلى ربع ملعقة أكل من الثوم المجفف. إذا عندكم ثوم فريش تقدرون تخلون قطعتين. نحتاج إلى معجون الطماطم ملعقة أكل كبيرة، قطعة ماجي خضار. نحتاج إلى 3 كوب مي، كوبين ونصف راح نستعمل لعمل الرز، والنصف الباقي راح نخليه لعمل المرق. لعمل المرق نحتاج إلى جزر 200 جرام، بطاطا أو بوتيتا 300 جرام مقطعة بهذا الشكل. نحتاج إلى كاسة من البازيلا أو البازاليا، هذه الكاسة صغيرة ما تقارب 100 جرام، و100 جرام فلفل ألوان أحمر وأصفر كاسة أيضا. نحتاج إلى قلاص مي. اللحم اللي صار عندنا جاهز راح نخليه للمرق. عندنا بصل 250 جرام، واللحم 300 جرام مقطع بهذا الشكل. وطبعا اللحم المتوفر عندنا هو لحم بقر، خليناه احنا يستوي وصار جاهز وراوينا لكم اياه. راح ننتقل على الطباخ ونعمل هذه الوصفة الطيبة واللذيذة. يلا متابعنا قطعة الزبدة، راح نذوب الزبدة. حتى تذوب الزبدة راح نخلي ينطيها طعم كلش طيب. جربوا الوصفة وراح تعجبكم. راح اخلي اللحم كمية اللي شرحنا عنها، راح نحمص اللحمة مع الزبدة حتى تصير عندنا جاهزة. لمدة تقريبا دقيقة. اللحمة كما ترون راح نضع البصل مع اللحمة ونحمصهم جيدا حتى ينطينا طعم كلش طيب ولذيذ لمدة دقيقة أخرى حتى يذبل عندنا البصل. راح تشوفون المرحلة اللي بعدها، نتركها على النار دقيقة أخرى. جاهز اللحم، راح نبهر اللحم. راح نضع ملح ربع ملعقة صغيرة من الثوم المجفف. راح نخلي باقي البهارات، بابريكا الحمراء حسب الرغبة طبعا، والأوريغانو نعطيها نكهة كلش طيبة، وأيضا الكاري. كاري كلش طيب بهذه الوصفة. وراح نضع قطعة الماجي خضار. راح نخلط والمعجون بعد ذلك نضعه حتى يصير عندنا جاهز. اللحمة مع البصل والبهارات جاهز، شوفوا شكلها جميل جدا. راح نضعها بكاسة وننتقل نعمل المرق. راح نخلي الزبدة، وراح نخلي البطاطا والجزر نحمسهم كلهم مع بعضهم حتى تصير عندنا جاهزة. راح نحمسهم جيدا مع الزبدة. وطبعا اللحمة احنا وضعناها على جنب. راح نضع الفلفل الألوان وأيضا البازيلا، راح تنطينا نكهة كلش طيبة لعمل هذا النوع من أنواع المرق. راح نحمسهم جيدا لمدة تقريبا 10 دقائق وتشوفون الخطوة اللي بعدها. الجزر وباقي المواد اللي احنا وضعناها. راح نكمل الوصفة ونخلي كمية أخرى من الكاري حتى تنطينا النكهة وتصير كاملة المواد اللي احنا شرحناها، وكمية من الأوريغانو والفلفل الأحمر. صارت هسه ملعقة كبيرة وشوية اللوخ من اللحم اللي احنا وضعناه على جنب، والباقي راح نزين بيه الوصفة بهذا الشكل ونخلطهم. راح تنطينا نكهة كلش طيبة. خلينا نص الكمية بهذا الشكل كما ترون. وراح نضع ملعقة أكل من معجون الطماطم. راح نحمسهم جيدا لمدة دقيقتين أخرى، وبعد ذلك تشوفون شكلها. ونخلي مي اللحم
جاهزة واستوت كل هالمواد واخذ الطعام. راح نخلي آخر شي مي اللحم. هاي كاسة وحدة، إذا شفناها بعد ذلك تحتاج راح نخلي كاسة أخرى. راح نغطيها ونتركها لمدة تقريبا 20 دقيقة تستوي وتصير جاهزة وتشوفون شكلها. راح ننتقل نعمل احنا الرز حضرنا المقلاة، راح نخلي زبدة أيضا. الزبدة ينطي طعم كلش طيب للرز. راح نذوب الزبدة ونخلي نصف كاسة من الشعرية. حبيتوا تزيدون الرز تزيدون المواد. راح نحمس الشعرية حتى يصير لونها مايل إلى لون الذهبي مع الزبدة. صاير لون الشعرية صاير مايل إلى لون الذهبي شلون تشوفوا. طبعا رائحة الزبدة كلش طيبة. راح نخلي الرز اللي احنا بس غسلناه، ما نقعنا الرز. راح نحمسه مع الشعرية بهذا الشكل. وراح نخلي الملح ونحمسهم نصف ملعقة أكل، ونحمس المواد كلها مع بعضها لمدة تقريبا 3 دقائق حتى تصير جاهزة. جيدا لمدة تقريبا دقيقتين صار عندنا جاهز مع الشعرية. راح نخلي المي. نخلط شوية نتركه لمدة تقريبا أول مرة 10 دقائق على نار عالية، وبعد ذلك راح ننص النار. وهاي المرق صار عندنا جاهز. وضفت له نصف كوب آخر من الماء، يعني كوب ونصف من الماء. هذا شكله. راح نحضر كمية من الخضار وأيضا ننتظر يستوي الرز والمرق صار عندنا جاهز. وتشوفون شكلهم النهائي بعد ما نزينهم. الوصفة جاهزة. هذا الرز هذا شكله جميل جدا مع الشعرية. وعندنا المرق، شوفوا المرق شكله جميل. شوفوا روعة. راح نصب الوصفة وتشوفون شكلها النهائي بعد ما زينا الأطباق. رز حضرنا طبق وعندنا اللحم اللي زاد راح نخليه بالبداية بهذا الشكل، كمية من اللحم حتى الرز ينطينا جمالية أثناء التزيين بهذا الشكل. راح نخلي رز ونحصره بهذا الشكل. راح نكمل كل الرز اللي نخليه وحسب الكاسة الموجودة عندكم بهذا الشكل. راح نخليه كله وتشوفون شكل الأطباق النهائية. الوصفة متابعيني شكل تابعتوا طريقة العمل. زينا الأطباق بهذا الشكل. شوفوا أي نوع من الطبق راح يعجبكم وينال رضاكم. عملنا بهذا الشكل. إذا حبيتوا تتناولوه هذا شكله أيضا جميل. وإذا حبيتوا تعملوه بهذا الشكل مثل ما علمتكم ينطيكم جمالية. ووضعنا المرق بكاسة صغيرة حتى تقدرون تقدموها لضيوفكم. وهذا هو المرق صار عندنا جاهز شكله جميل جدا. وأيضا كمية من الخضار اللي راح نتناولها مع هذه الوصفة الجميلة وزيناها بهذا الشكل. شكرا على المتابعة وانتظروني بوصفة جديدة راجع لكم إن شاء الله. هذه كانت وصفاتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نالت رضاكم وعجبتكم. مع السلامة بفيديو قادم إن شاء الله.